رفدت لهم معا وغسلتهم وجبت نقرا قرايتي. سبحان الله، مالقري ما نقراش بزاف غير من الليل لليل، بصح ندي مليح سيرتو في الميكانيك، نطير فيها طيارة. غد من ذاك رحت نقرا، كان عندنا فرض تاع ميكانيك وكنا نقراو عندها الساعتين الأولى، والفرض قالت لنا نديروه في الساعة ونص، يسمى حتى تلحق 8:30 ونبداو. كنت قاعدة ونراجع حتى جالي إياد. السلام عليكم. قلت له وعليكم السلام. قال لي براء معليش تفهميني شوي في الميكانيك، ماني فاهم والو، تعيشي. قلت له معليهش. جاب وقعد قدامي، فهمته ووريت له كلش، فهمته وين يستعمل القوانين وين يستنتج القوانين. حتى قالت لنا الأستاذة يلا صاي، راهي 8:25 خبوا الكراريس وكل واحد يحكم بلاصتو. راح إياد لبلاصتو، أعطتنا الأوراق وبدينا نحلو، والحمد لله جاني ساهل وخدمت. كي خرجت جاني إياد وتشكرني كي فهمته. من بعد جاتني لحظة إدراك أنه إياد تغيرت تصرفاته من نهار اللي ما شكيتش بيه، تبدل ولا ما يخلطش فيا. الحمد لله تهنيت، على الأقل ما بقاش يزعجني. كي خرجنا على 12 شفت حاجة صدمتني، شفت إياد راح لعند واحد وعيط له بابا، وهنا كانت الصدمة. الشخص اللي إياد عيط له بابا هو بابا أنا حميد فلان، هو بابا يعني أنا وإياد خوا. وهذا يفسر تشابه الألقاب، وأنه هو الطالب اللي جا من تونس. يعني بابا رجع، بالك رجع كيعرف باللي شيراز مريضة وجباه يديها. مستحيل مستحيل نخليه، أنا أصلا راني عايشة غير على جالها، كون يديها ولا غير نقتل روحي، ما نقدرش نعيش بلا بيها. أصلا كل تضحياتي كانت على جالها. تخبيت ورا أنفال وجريتها ورحت نجري. قلت لي يا طفلة واش بيك، واش صرا لكي ديري كيما هاك؟ قلت لها أنفال عاود رجع، عاود رجع، واش جابو مورا 14 سنة؟ قلت لي ركحي يا طفلة، شكون هذا اللي رجع؟ قلت لها بابا يا أنفال، بابا هو بابا إياد. قالت لي ما تقوليليش، يسمى انتي وإياد خاوة؟ والله نقول لك الصح، غير من نهار الأول اللي شفته وشفت باللي عندكم نفس اللقب، قلبي حسسني باللي انتو خاوة، برك ما حبيتش نعطيك أمل. قلت لها أنفال راني خايفة يدي شيراز، والله ما نقدر نعيش بلا بيها. قلت لي يشت ما تخافيش، كيف هذه بعدكم؟ إذا بعدكم هذا مش أب. قلت لها إن شاء الله ما يكونش هك. عشت هذيك الفترة رعب بمعنى الكلمة، كان جي خارجة نبقى نتلفت هك وهك وخايفة يرجع بابا. ما قدرتش مام با نهدر مع ماما ونقول لها. أما علاقتي مع إياد فكنت نتجنب نهدر معاه، حتى منين خلاص. حتى واحد نهار شفت إياد وقف مع واحد يكون هكاك في عمر عامر، قلت زور هو من بعيد، هو ولا يخسر فيك شغل عرفني وراه يميز. رحت نجري كيما العادة، ايه هي الدنيا، الناس كي تشوف خاوتها تروح ليهم وانا نهرب منهم. الناس تعرف خاوتها وهما مامبا ما عرفوهاش، وهي عارفتهم شحال في عمرهم وعارفة كلش عليهم. درك تقولوا كيفاش تعرفهم؟ وهي كي كان عمرها عامين اتطلقوا. انا كنت نظل نشوف في تصاور تاوعهم، على بها عقلت عليهم. كي كانت ماما تروح تخدم انا كنت نجبدهم ونقعد نشوف فيهم ونتخيل حياتي معاهم كيفاش راح تكون دايره، وكي تكون ماما نخبيهم. كملت نمشي في طريقي حتى قرأت قدامي الطوموبيل وهبط منها اللي شكيت باللي هو عامر. حاولت نتصرف عادي كأني ما نعرفوش. قلت له خير واش تحتاج؟ قال لي براءة هذه انتي؟ شفت فيه مصدومة، هذا عرفني، كنت متأكدة. كملت تمثيليتي. قلت له شكون انت؟ وين عرفت اسمي؟ قال لي مانيش غلط، انتي براءة فلان بنت حميد فلان وجويدة فلان. قلت له ايه انا، مي شكون انت؟ جبت صورة من التليفون واشر لي على واحد. قال لي هذا تعرفيه ولا لا؟ شفت فيها؟ والله هذا هو عامر. ما كنتش حابة نبين والو، بصح انطقتها لا إراديا. قلت له عامر هو عنقني ديريكت، أما أنا كنت جامدة ومصدومة من روحي كيفاش فضحت روحي. ومن بعد ولا الدموع يطيحوا من عيني بدون سابق انذار. شد لي وجهي بين يديه مام هو كانوا عينيهم دمعين. قال لي وين كنتوا؟ شحال وانا نحوس عليكم؟ قلت له انتوا علاه رحتوا خليتونا، ما على بالكمش واش جوزنا واش حالة ميزرنا؟ قال لي شكون قال لك هك؟ حسبالك سهلة، بابا هو اللي ما خلانيش نحوس عليكم، كون انا من اللي عرفت اصلاحي راني حوست عليكم. قلت له واش جابكم هنا مادام كنتوا عايشين في تونس؟ كنت تجي انت برك، هو لهجة. قال لي هو ثاني جاي يحوس عليكم. ضحكت وطحت عليه قلت له الكرامة ولا صحى ضميره؟ قال لي مرته وصاته. قلت له باينة هذه، منين راح يطيح
تأنيب الضمير على واحد رمى بناته بعد ما طلق مرته. قال لي براءة، على بالي اللي جوزتوه ماشي سهل. هيا اديني لداركم، خليني نديكم معايا. اسكت وخليته فتح لي الباب باه نركب. ركبت ومن بعد جت في بالي نسقسيه. قلت له اياد وينو؟ ماشي كان معاك؟ قال لي وصلته للدار وجيت ليك بالزربة، اصلا الدار ماشي بعيدة. وصلنا للدار، دخلت عامر للصالو ورحت نحوس على شيراز. قلت لها شاشة ماما راهي هنا. قالت لي ايه جيت وراهي مقلقة. قلت لها معليش، روحي للصالو شوفي شكون هنا. على بالي تفرحي. راحت هي للصالو، انا رحت للشمبرة. سبت ماما تلاقي في الحوايج تاع شيراز. قلت لها ماما وش راكي ديري؟ قالت لي شوفي صاي هنا وخلاص، انا تحاوزت من خدمتي ما كانش كيفاش نعيشكم انتي واختك، راح نديها للمصحة. قلت لها ماما بابا جا. حبست وشفت فيا. قالت لي يا طفلة وين تعرفيه وين جا ووقتها شفتيه؟ قلت لها كيفاه هذه وين نعرفه؟ كنت نشوفه في التصاور. قالت لي يا الخبيثة، المهم ما دخلنيش فيه، الله يجيبها له. عامر قلت لها راه هنا وجا باش يدينا. قالت لي شكون عامر هذا؟ قلت لها خويا. قاعدة تشوف فيك شغل تفكرت كبدتها. قلت لها راهو في الصالو. راحت للصالو، انا رحت موراها، سبته معنق شيراز وهي تاني معنقته فرحانة. كي دخلت وقف بهي عنقها، ما هي صدمته بالحركات تاعها كي حبسته بيتها. قالت له حب السم يا ولد باباك. شفت النظرة تاع الانكسار في عينيه. شكون ما يحزنش وما ينكسرش كي يجي عنق امه وهي ترفض. قلت له جيت تدي خياتك هاهم عندك، اديهم تهنيني منهم. قلت لها ماما. قالت لي ايش تنتي راكي كثرتي على ما وصاوك. بقيت نشوف فيها هنا هي اللي كثرت على ما وصاوها. وفي لحظة قوة قلت لها ماما انتي اللي كثرتي على ما وصاوك، خلينا نعيش مع بعض في الدار، يكفينا واش عشنا مفركتين. قالت لي صار هكذا يا لالا، لسانك طوال ووليتي تحاسبي فيا، واش ندير واش رايك ندخلوا ونمالفة ونتفاهموا. انا فهمتها واش تقصد وانتو ثاني الدبارة. اما عامر ما فهم والو، بصح تدخل وحاول يصلح الامر. قالها يما عندها الحق، الوقت راح نبقاو هنا متفرقين، خلينا نعيشوا مع بعض في دار واحدة، انتي تريحي على بالي عيتي وانتي تخدمي واحنا نتلمو. قالت له هو اللي بعثك؟ قالها والله ما هو اللي بعثني، انا جيت ليكم، هو كان حاب غير البنات يرجعوا، بصح انا حاب نرجعوا كامل. قالت له وعلاه حاب يرجع البنات؟ ماشي في الاول كان رافضهم، ولا كي كبرتهم وتعبت فيهم حاب يديهم سيرتو هذه. وأشرت على شيراز وبدت تتمسكن. احنا صدمتنا بالسبب. قالها حب يرجعهم خاطر مرته قبل ما تموت وصاته وقالت له لم عايلتك وبناتك، هو كان يحبها بزاف. مام هي كانت ناس ملاح، يتيمة وترملت في عمر صغير بطفل. بابا كي راح لتونس تزوجها وعمرها ما فرقتنا على وليدها وعاملتنا على أساس أننا ماشي ولادها. بالصحة ماني لازم تخرب الحالة وبقات تكره لها في معيشتها، حتى طاحت فريشة مريضة بالكونسير. الله يعافينا وماتت. صحة هيا يما ما تصعبيهاش علينا، خلينا نروحوا مع بعض. شحال غاضتني هذه المخلوقة مالجري ما نعرفهاش، بالصحة غاضتني وأثرت فيا. قعدت ماما تشوف حتى دقدق الباب، رحت نشوف صبتو بابا وإياد. قعدت نشوف يعني صح، حاليا عقلي ما هوش يخدم غير يشوف برك من كثرة الصدمات وما عنديش القوة باه يفكر. كي شافني عرفني وعنقني، قال لي بنتي الغالية وش حال توحشتك وش حال نبغيك. على بالكم ذاك الخرطي خرطي باسكو الحضن تاعو ما كانش فيه دفء وحنان اللي كنت نحوس عليه، يعني كان عناق سطحي برك، ما فيه لا مشاعر ولا حنان ولا أبوة، كأنه يبين في روحه قدامنا أنه توحشنا برك. أما شعوري كي شفته أول مرة، كي شفت بابا الأول مرة، قلبي كان يدق بسرعة، حسيت بخوف وقلق، بصح فرحة كبيرة كانت تغمرني. كان وجهي غريب بالنسبة لي، باسكو أول مرة يشوفني ماشي كيما أنا عرفته، لكن في نفس الوقت حسيت بشي مميز. كي شفته قدامي تمنيت من قلبي أني نهمه ويتحضني بحب ماشي ظاهريا، باه يبين روحه قدام أمي أنه توحشني. أنا توحشته بلا ما نعرفه مليح، وتمنيت نعيش معاه لحظات ما يحتاجوش البعد. كي شفته حبيت نعرف على حياته كيفاه كان عايش بلا بينا، كيفاش قدر يبعد على كبته. كنت نتمنى أنه يحبني كيما نحبه، بصح كانت ملامحه تبين لي أنه أنا ما نعني له والو، مجرد بنت جاته من امرأة يكرهها في الدم، هذا ما كان. قال لي وينهم؟ قلت له في الصالو فوت قبالة. ادخل وزاد دخل موراه قبالة إياد
ما شفتوش دخل وقبال عنقني، وهنا صح حسيت بشعور الحنان الأخ. مام أنا بدلت العناق. قال لي سمحي لي براءة. قلت له لا نسامحك، واش درت؟ قال لي لا واش كنت ندير فيك؟ قلت له عادي سماح، هيا ندخلو نشوفو واش راه صاري. دخلنا، صبت ماما تتهاوش مع بابا. اياد راح لشيراز. بابا قالها شوفي لنا حل شباب مليح لينا وليك. قالت له نولي بشرط. قالها شرطي برك انتي ملي كنتي عندي مشيبت لي راسي. قالت له اعقد عليا وفتح عليا في اقرب وقت. قالها تحبي درك نروحو نعقدو ونفتحو ونروحو. قالت له اشري لي طونوبيل سبيسيال ليا مع الشوفير تاعي حتى ندير البرمي. قالها روحي. قالت له تحط لي 100 مليون في الكونت تاعي. قالها روحي، هذوك صديق ليك ونزيد لك عليهم. قالت له يماك ما تبقاش تخلط فيا كل دورة عندي، يا أخي عندها دارها لا تبقى كل دقيقة عندي. قالها بصح هذه يما ما نقدرش نحاوزها. قالت له ما قلتلكش حاوزها، بس صح أهدر معاها ما تبقاش تدير في المشاكل. قالها روحي يا سيدي كملتي؟ قالت له مازال هذا مبدئيا ومن بعد نكمل. كنت مستنية تشرط فينا حاجة ما على باليش تقول له يخلينا نكمل قرايتنا، تدخل شيراز تتعالج ولا تدخل تقرا في مدرسة خاصة بيهم. والو تقول ماشي بناتها. قال لها معليهش. قلت له بصح ماشي دركا، نجي خلي لي دراهم وابعث لي طوموبيل نروح نشري. اضحك وقالها روحي يا سيدي، مازالك في عوايدك تموتي على التقلاش، ساعة يكون كل شي واجد. واعطاها الكارت مانيتيك تاعو وقالها الرمز، على بالك وين تروحي تشري. قالت له خسر عليك، انا كامل وننسى وين نروح. خرجوا راحوا للشمبرة الاخرى، وكي كانت خارجة ولات تضحك. يا ودي الضرسة على قلو بانت. براءة قلت لي وجدي روحك بنتي نروحو نشرو، ومن بعد وجدي ثاني اختك هيا صح بنتي ما تطوليش. وقفت وحطت يدي على خدي متأكدين بلي هذه هي ماما. عامر حط يده على كتفي قال لي ايه يا براء، هذه هي يما كي تشوف الدراهم تتبدل وتولي عبد اخر، ماشي غير هي، الناس اخرين ثاني عندهم نفس الطبع. قلت له ما تقوليش هو ثاني. قال لي يا ولدي اكثر منها، قادر يبيعني على جلد دراهم. حطيت يدي على وجهي طنجرة ولقيت غطاها. زادوا شوي وراحوا باسك ماما حاوزتهم تضحك. قلت لهم العريس ما يشوفش العروسة قبل العرس. فين ماشي مليح، حكمني الضحك عروسة من نوع آخر. هو راح واحد شوية ووصلت الطوموبيل مع الشيفور. رحنا لافيل حطنا وراح. قلت له زوج سوايع نعيط لك اروح اديني واحد البلايص كنت نشوفهم غير في التليفون، والتليفون برك عمري لا تخيلت روحي نخرج من ديك البقعة. رحنا للفيترينا، دخلت تشري غير الكوستيم ولو شميز والسراول كلاسيك، وقالت لي روحي خيري واش يعجبك. كنت ندور انا وشاشا ونشوفوه. او من بعد دخلنا في الجهة تاع الحجابات، شفت في شيراز. قلت لها شاشا راكي تخمي واش راني نخمم؟ قالت لي واش راكي تخمي؟ عرفت حجاب وحطيته عليا. قلت لها واش رايك؟ قالت لي ايه يا براء روحي قسيه. هيا قلت لها نفوتوا لداخل ونشوفوا اكثر. دخلت رفت حجابات بصحة ماشي ذوك اللي جو محزمين باسك انفال. قالت لي ما يجوزش تلبسيه باسكي فصلوني. انفال درهم كامل متدينين وتعرف في الدين، وعمرها لحكيت لي على لبسي باسكو على بالها بوضعي وكيفاش عايشة. بصح كانت ديما تحكي وتعطيني نصائح وتقولي بالك كاش نهار يجي العوض الجميل وتحتاجي هذو النصائح، بصح ما تلقاش شكون يعطيهم لك. وكان عندها الحق. اول واحد رفدته كان في الاسود، ما على باليش عليه. انا ميولي دائما للاسود، نحسه يعبر على حياتي التعيسة. ما على باليش باللي حياتي راح تولي اتعس من هاك. ونتمنى انه يا ريت ما صراوش هذو الصدف في حياتي. كملت خيرت الحجابات والخمارات، ومن بعد شريت لشاشة ثاني خمارات باسكي على بالي تحب تلبس. مازال ما بلغتش باسكي عندها تأخر نمو. كي كملنا رحت نشري الحوايج تاع الدار وصوالح اخرين. على بالكم واش يلبسوا البنات وواش يحبوا؟ باسك ماما قالت ما ندو معانا والو، نشرو حوايج جدد، زعما الدار هذيك تجيب النحس. ومنا ومن هيك انا من امنش بهذه الهدرة باسكو على بالي بلي ربي واش يكتب لنا تصرى وما تجي حتى حاجة تمنعه. تفكرت أنفال، كنت في الأول نأمن واش تقول ماما. مي كي تصاحبت مع أنفال بدلت لي الفكرة اللي في راسي. كملنا شرينا واش نحتاجو احنا كملنا. وماما مازال من بعد قالت نشري قفطان باه نلبسو كي نروح. شوفوا
دورتنا 1000 دورة، بهلقات واحد غالي وصح شباب. ومن بعد أنا ضربت لي في راسي نشري لي أنا وشيراز. شريت لي أنا غوب كروفيت جاية سيري عند الكرش وكتفها طايحين وطويلة، باسك ما نحبش نلبس حاجة قصيرة. خرجت عليا تهبل. نوصف لكم روحي كيفاش دايرة أنا جيت نشبه الماما في الزين، هي غيرها زينها وطغات. أما أنا ندمت لأنه عندي هذا الزين اللي جاب لي المشاكل. جاية روجية وبشرتي بيضاء حليب وخدودي منفخين وحمر، عينية خضر وشعري برتقالي رايح في الأحمر ووجهي مدور. نورمال مو قدرتوا تتخيلوني كيفاش دايرة. صح ادي تشبه ماما في الملامح، بس صح ما شبهتلهاش في بزاف صوالح، وأولهم هي كانت تستغل زينها باه تدي واش تحب. أما أنا ندمت لأنه عندي هذا الزين، باسكو الذئاب البشرية تشوفني وجبة سهلة، خاصة كي كنت ما نعرفش واش نلبس مع الخمار ولبستي شبه مفضوحة. وثاني كي وليت اكتفي باردين بدون سند لا أب ولا أخ، حتى أمي ما تحوسش عليا لا والو. راني خايفة يجي نهار وتندم على واش داروه واش راهي تدير، لأنه ندم بعد فوت الأوان ما عندها ما تدير. خلاص، إذا خرجت الرصاصة ما تقدرش تعاود ترجع. كملنا شرينا واش نحتاجه، أو بالأحرى احنا كملنا، أما ماما مازال. وكي قلنا صاي كملنا قالتلنا نروحوا نشرو تليفونات. رحنا شرينا في 3، كل واحدة شرت واحد. وكي جينا جايين شرت العشاء واجد من برا ورحنا للدار. أنا صليت الحمد لله أهداني ربي ووليت نصلي، ورحت رقدت نص الصباح وجدت روحي ورحت نقرأ.